السلام عليكم، اهلا بكم في حكاوي الخلفاء. رمضان على الابواب وكل سنه وانتم طيبين. وطبعا ماسوره مسلسلات وضربت في وشنا. بس قبل ما نقول حاجه على المسلسلات والبرامج والاعلانات، تعال اقول لكم على حكايه حصلت معايا في فتره من الفترات. كاي شاب او شابه دماغه فاضيه، مفيش مسؤوليات او التزامات ولسه في بيت العيله، ورمضان داخل علينا كان بيبقى بمثابه شهر التلفزيون للاسف. كم مسلسلات وبرامج توك شو واعلانات على كل شكل ولون، وممكن تلاقي ناس كانت بتتابع بال10 وال15 مسلسل وبرنامج ازاي ما تفهمش. المهم عدى رمضان ورا رمضان على هذا الوضع، لحد ما في سنه من السنين تعبت جدا وما كانش ينفع اصوم، واوقات كنت بصلي وانا قاعد. بعد اول 15 يوم من رمضان وانا مش عارف اصوم وبصلي بالعافيه، ورمضان بيخلص وبرضه المسلسلات بتخلص. لكن في مره من المرات جه يزورني اتنين صحابي، فكانوا بيتكلموا ده بيتابع ايه وده بيتابع ايه. جت سيره مسلسل فلان الفلاني وبتشوفه ولا لا؟ قال له لا هشوفه بعد رمضان على رواق. صراحه الكلمه استوقفتني كده واكني خدت قلم على وشي. بنضيع 90% من وقته بين مسلسلات وبين نوم. في رمضان وتخيلت لو كان ده اخر رمضان ليا، واللي للاسف ما كنتش عارف اصوم فيه او اصلي كويس، كان ممكن اعيده ازاي؟ ورغم ان كل حاجه بتتذاع في رمضان بتبقى متاحه بعد الشهر ما يخلص طول السنه، وبدون اعلانات وبدون توقف وبدون اي حاجه. عارفين الاغنيه الشهيره بتاعت فؤاد المهندس وصباح؟ في كوبليه كده في الاخر بتقولوا ونرص الاكل على السفره اشكال والوان، والفول بالزيت اصل بحبه في فطور رمضان. مع احترامي طبعا لكل انواع الاكل، بس احنا تقريبا بنعمل كده. ربنا بيبعت لنا رمضان بكل اشكال والوان الاعمال الصالحه اللي ممكن يتغفر لنا بيها، واننا ممكن نجدد بيها ايماننا، واننا نوصل الحبل اللي بيننا وبين السماء. واحنا للاسف بنسيب كل الحاجات ديت وبنمسك في الفول ابو زيت. ما بين بقى اللي بيضيع وقته في المسلسلات والبرامج وتوك شوز، واللي بينام طول اليوم من الفجر للمغرب. لكن حد هيجي يسالني طب يا عم مصطفى سعد انت عاوزنا نعمل ايه؟ نقوم نكسر الشاشه ولا نعتكف في البيت ولا نعمل ايه بالظبط؟ لا يا سيدي انا ما بقولكش كده، لكن اعمل لنفسك جدول، وهو شهر واحد. كتر من اعمالك الصالحه، استغله يا جدع. لو ما بتصليش صلي، لو بتصلي في البيت صلي في الجامع، ويا سيدي اللي تقدر عليه جرب تصلي تراويح، جرب تقيم الليل، تصدق كل يوم ان شاء الله ب5 جنيه طول الشهر، وسبح ربنا واستغفره واذكره، وصلي على الرسول بنيه اي حاجه انت عاوزها، وربنا هيقضيها لك ان شاء الله. وبعدين اعظم الذكر هو القران الكريم، انك تقرا القران. اعمل لنفسك ختمه او 2 او 3، ما انت طول السنه ما بتفتحش المصحف. يلا فرصه، الحسنه باضعاف اضعافها. يمكن تخرج من رمضان مغفور ليك، وتبقى غسلت نفسك من جوه من ذنوب السنه كلها. خسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. هو شهر يا سيدي تعال على نفسك فيه عشان مصلحتك، وبعد الشهر ما يخلص كل حاجه كان نفسك تتفرج عليها متاحه، واتفرج على كويس برضه، ما تتفرجش على اي حاجه وخلاص. ويا سيدي عشان ما تقولش ان انا بقفلها في وشك واني عاوزك تقعد في البيت ما تعملش حاجه غير الصوم والصلاه والعباده، لا برضه الموضوع مش كده. انا بعد ما حصل معايا الموقف اللي حكيته لك فوق، بطلت اتفرج على مسلسلات، لكن بقيت اتفرج على عمل او 2، مثلا واحد كوميدي وواحد ديني، عشان برضه النفس ما تملش. وبقيت بستفيد بباقي الوقت في العباده والاستغفار وقرايه القران. على سبيل المثال اعمل ختمه لابوك المتوفي او امك المتوفيه، عشان هم في امس الحاجه للختمه دي، وانت بتؤجر عليها اضعاف مضاعف. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يغفر لينا ويبلغنا رمضان ويتقبل منا صالح الاعمال. بس يا سيدي هي ديت حكايتي مع رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان ويغفر لينا ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اللهم اغفر وارحم وسامح وارزق كل من مر على هذا الفيديو. لحد هنا الفيديو خلص. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للصفحه ولايك للفيديو وشير عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، عشان كلنا نستفاد وكلنا ناخد حسنات. كنتم مع حكاوي الخلفاوي، والسلام عليكم.